السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة جايلكم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش لو عجبك الفيديو تحطي لايك وتعملي اشتراك للقناة عشان عائلتنا تكبر ونبقى أكبر وأكبر إن شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونشوف النهاردة هنعمل إيه. بصوا بقى، يعني بصوا الفطيرة اللي في الفرن دي يعني بتتكلم عن نفسها. هنعمل فطيرة، هنعمل فطير تاني بس بقى ايه بتفاصيل كده، بتفصيلة وواحدة واحدة. انا هنا عجن العجين. في الفيديو اللي فات قلت لكم ايه، عجين الفطير مفيش اسهل منه. عجنا مع بعض دقيق ومية وشوية ملح، وبحط شوية سكر صغيرين كمان. مفيش اسهل من كده. ولو عايزه فطير مشلتت مسكر تحطي في الميه اللي هتعجني بيها شويه سكر حلوين قوي. يعني الفطيره الواحده تاخد اقل من الربع كيلو سكر بشويه، عشان يبقى مش هيبقى مسكر قوي، بس السكر هيبقى متعادل زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. يلا بينا كده نسمي الله ونشوف بقى. انا عجنت العجين وسبته يرتاح شويه، يعني ما قرصتوش كده ولا عملته كور كده، غير بعد ما العجينه ارتاحت شويه. هي ما فيهاش خميره، بس عارفه لما ترتاح هتتفرد معاكي بسرعه وتبقى سهله جدا. هعمله كور كبيره كده بحيث ان احنا هنعمل الفطيره 2، يعني كورتين من دول. انتوا واخدين مني يعني ان انا بعمل الفطيره 2 من دول. والفطيره اللي كانت في اول الفيديو دي اللي كانت ما شاء الله، يعني بصوا طالعه بتضحك دي، والله العظيم كانت كوره واحده. انتوا متخيلين؟ فانت لو هتعملي فطيره كوره واحده زي دي او هتعمليها 2 في بعض مفيش اي مشكله وتطلع معاكي زي الفل. هنا بقى قرصت، بصوا كل الكميه اللي معايا. طبعا دهنت الصواني زيت زي ما قلت لكم عشان يتفرد معايا بسرعه، وما استخدمتش اي دقيق خالص. ومحضره الزبده بتاعتي، زبده كده على قشطه. زبده يعني زبده مش متسيحه، لا زبده كانت عندي في الفريزر وسبتها تفك كده، وحطه قشطه عليهم عشان يخلوا الفطير بقى ايه في حته تانية. هنا بقى همسح حاجتي واظبط الدنيا كده واغطي العجين ده. طبعا مش هخلي حاجه باينه منه عشان على بال ما افرد وممكن العجين ينشف مني ويشقق، فلا يعني انا بغطيه تغطيه كويسه كده. يلا بينا بقى نفرد الفطير بتاعنا ونشوف. يعني فطير مفيش اسهل من كده، ولا ريحه ولا عظمه. وانتوا شفتوا الفطيره زي ما قلت لكم في اول الفيديو، لا يعني الفطيره مش عايزه كلام. هستخدم الزيت في ان انا افرد عليه الفطير، يعني هحط زيت على الطبليه. والله في نص وانا بفرد كده الفطير قلت ده مش هستعمل زيت خالص. طب ما انا بدل الزيت احط فرد على يعني على الطبليه دي حته زبده من اللي انا بحطها في الفطير وافرد عليها. ليه لا؟ وفعلا يعني عملت مثلا فطيرتين دهنت الطبليه زيت، وبعد كده استغنيت عن الزيت خالص ودهنت الطبليه زي ما قلت لكم كده ايه الزبده من اللي انا بشتغل بيها، وبقى زي الفل ومش داخله زيت خالص. عايزه تعملي الحاجه كده بصوا زي ما بنقول لما بنكلف على الحاجه بتطلع زي الفل وحلوه، فهنكلف عليها ونديها زبدتها والقشطه بتاعتها ونخليها حلوه كده. صدقيني هتطلع معاكي زي الفل. انا هنا يعني ببطط القرصه اللي معايا الكبيره دي، وابقى مهتمه جدا يعني بالحروف، انك تبططي الحروف وتخليها رقيقه قوي، لان النص انت كده كده بتشدي. بصوا بتشدي الفطيره معاكي كده، ففي الشد هي بتتفرد معاكي سهله جدا، والزيت بيخليها سهله جدا في انك تفرديها ومفيش اي مشكله فيها. فانت بس بططي، يعني خدي بالك تخلي الحروف ايديك تخلي الحروف رقيقه قوي، وبعد كده هتشدي وخلاص ما عندكيش اي مشكله. ولو عجن العجين كويس وسايباه قلت لك يرفع كده ويبقى حلو، هتشدي براحتك ولا هتتقطع منك ولا اي حاجه. بصوا هنا يعني الفطيره انا خليتها، انا عايزاها ايه كل ما ترقي كده وكل ما ترفعي العجينه بتاعتك كل ما الفطير يطلع ورقته حلوه ومش تخين ومورق من جوه. والورق عارفين يعني جلاش مش فطير. هنا بصوا انا حبيت يعني فردت واحده معاكم بالشكل ده كده. هبدا بقى ادهن الزبده بتاعتي. عندك زبده ماشي، زبده وقشطه حلوه قوي. ما عندكيش قشطه حطي زبده، والزبده لما ما تكونش متسيحه تبان فيه اكتر عن المتسيحه.
هنا كنت عملت بقى ايه، يعني فردت نفس يعني طبقت واحدة، فردت واحدة، يعني فردت فطيرة وطبقتها نفس التطبيق ده، وكل تطبيقة احط عليها سمنة، وحطيت اللي انا طبقتها في قلب دي كده، وهطبق بنفس الشكل ده. واحنا ماشيين كده في الفيديو، انا بس حبيت اوريكي في الاول انا مطبقه واحده وهحطها في قلب التانية ازاي، بس لما نمشي شويه في الفيديو هعمل لك واحده دلوقتي، يعني زي ما بيقول كده من اولها لاخرها، من اول الكره اللي انا حطيتها في النص دي وازاي طبقتها لغايه الكره التانية اللي حطيت الاولانيه في قلبها. يلا تعالي بقى، انا حبيت زي ما قلت لك اوريكي بس اللي انا حطيتها في قلبها دي، ونلم فطيرتنا كده وتبقى فطيرتنا تمام التمام. وعلى بال ما اعمل بقى واحده في واحده كده تكون الاولانيه دي رفعت وتتفرد معايا كده بسهوله وادخل الفرن ومفيش اي مشكله عندي. تعالي نعمل واحده من اول وجديد خالص، وتعرفي بقى يعني الكرة اللي انا حطيتها في قلب اللي فردناها دي جت ازاي. بصوا انا اهو، لسه زي ما قلت لكم التانية بستخدم فيها الزيت بس مش هستخدمه تاني. هنا فردت اهو، بصوا بكل سهولة والله العظيم. عمايل الفطير ده يعني بصوا مدة الفيديو بس. هنا فردت حروفي كويس، وهبدأ اشد كده بحيث ان الفطيرة معايا خلاص يعني ايه تتشد كده وترفع، وما تخافيش يعني شدي زي ما انا بعمل كده. بصوا الفطيرة عملت هوا كده زي بالونة يعني، وده بقى ايه يعني خلاص انتي متأكدة ان فطيرك ان شاء الله هيطلع يعني 100 100 اهو. بصوا انا فردت واحدة وباجي على الحروف دي وامشي كده وارفعها والدنيا تمام وزي الفل. دي واحدة، دي فطيرة من اولها لاخرها عشان اوريكي الكرة دي اتحطت ازاي. انا كده خلاص فردت وتمام التمام. بصوا رقيقة ازاي، بصوا تحس كلها مليانة هوا. هدهن بقى السمنة بتاعتي والقشطة، الزبدة والقشطة. وبصوا هعمل ايه، اهو. بصوا بقى انا هطبق ازاي. ادي واحده كده ما توصلش للاخر والتانية عليها، انا نسيت هنا احط زبده، وفي كل مره هطبق احط زبده يعني يعني زي ما بلي ايدي كده وامشي على العجين اهو. وطبقت التانية عليها وهحط زبده، واجيب دي هنا من على النص كده والتانية عليها. مفيش اسهل من كده ولا تطبيق اسهل من كده. وهبدا بقى الم الفطيره بتاعتي دي، المها بالشكل اللي يعجبني اهو. ادي واحده لمتها هركنها، دي اللي انا هحطها في قلب الفطيره. وممكن اعمل الفطيره واحده بس كده، يعني اعملها واحده بس كده بس اكبر يعني اكبر التقريصه بقى وابططها في الصينيه وادخلها الفرن، مفيش عندي اي مشكله. هعمل التانية اهو بنفس الاولى. انا هسكت شويه عشان ايه يعني تاخدي بالك من الموضوع. دي تمام كده واتفردت، وهدهن زبده. وهاجي بقى بالفطيره اللي انا عاملاها من قبل واحطها في نصها. بصوا انا هعمل واحده كمان، دي واحده كمان كده واركنها، يبقى انا عندي 2 مركونين. اعملي كل الفطير اللي معاكي يعني كل الكميه كده، ادي 2 مركونين اهم. تعالوا كمان نفرد دي، انا عايزه اوريكم كذا واحده عشان يبقى الموضوع سهل خالص.
دي ما شاء الله كانت قرصة كده كبيرة، فخلاص يعني نزلت من على الطبلية. تعالي بقى ندهن زبدة ونشوف فطيرة من اولها لاخرها هتتعمل ازاي. زي ما قلت لك ممكن الم دي وتبقى فطيرة لوحدها كده، اطبقها وتبقى فطيرة. هنا بقى ممكن احط كمان واحدة زي ما انا بعمل كده، يعني اللي انا كنت فردتها ولمتها احطها في قلبها واطبق دي بنفس الطريقة عليه، ودي يبقى كده فطيرتين في بعض يطلعوا ورقهم كتير وتبقى فطيرة كده حلوة. وانتي بتبططي بقى الفطيرة وتدخليها الفرن، يعني تخلي الفطيرة سمكها حلو معاكي، تخينة شوية مش رقيقة قوي. وهنا بقى كل تطبيقه بحط سمنه. انا بقى عملت لكم الفيديو ده عشان تاخدي بالك من كل تفصيله فيه. هبدا بقى اعمل كل الكميه اللي معايا دي وهسكت بقى خالص من غير كلام عشان نشوف بقى، يعني خلاص هنعمل كل الكميه اللي معانا ونطلع نخبز بقى ونشوف فطرنا عامل ازاي. انا هسكت خالص بقى، الصوره هي اللي يعني هي الصوره ابلغ من الكلام. بصوا ما شاء الله الفطير طالع بيضحك. هسيبكم بقى مع الفيديو تكملوه كده، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية. اشوفكم على خير، مع السلامة.